وارد جدًا إن الطفل يكون خطّه بالشكل ده، الحروف القصيّرة هي طول الحروف الطويلة، المسافات بين الكلمات مش مضبوطة، المسافات جوّه الكلمة ذات نفسها مش مضبوطة. طيب ده حلّه إن الطفل يتعلّم اللي هاقول لكم عليه دلوقتي. في حروف بيكون ليها إيد طويلة زي ال B ال D ال F ال H ال K ال L ال T، وفي حروف ليها ديل بتنزل تحت السطر G J P Q and Y، وفي حروف ولا ليها إيد ولا ليها ديل، بتبقى بين السطرين بالظبط، بتاخد حيز السطرين بالظبط زي كل الحروف دي A C E I M N O R S X and Z. زي مثلا لما اجي اكتب ال A لازم تكون بين السطرين كده. ادي السي. البي ليها ايد طويلة، لازم هطلع بره السطرين زي كده. نفس الكلام في الدي، هبدأ من فوق لحد تحت وبعدين هعمل الدايرة بتاعتها. طيب بالنسبة للجي اللي ليها ديل، هعمل الدايرة الأول وبعدين أنزل تحت السطر. الجاي نفس الكلام، هطلع من فوق لحد تحت بعدين أعمل كده والنقطة تبقى من بره.